سلامي لكم جميعا وعليكم السلام. أيها الأخت الإخوة الكرام من علماء الكرد. والكرد أمة من الناس أسلموا أولا وباكرا فخسروا النيران وعبادتها وكسبوا الإسلام وكانوا التاج فيه. والعرب والكرد نعموا بنعمة الجغرافيا والتاريخ والدين المشترك، فهم بالنسبة لنا كعرب الأمة الشقيقة والأمة التوأم، وهم أونس قومية مسلمة وأقربها إلى العرب وصحيح الدين، لأنهم مسكونون بحب الجهاد والاستشهاد والإرفاد والإمداد. والكرد غيروا التاريخ بمشاركتهم في معركة ملازكرد، يعني رجحوا كفة الإسلام في شرق تركيا والأناضول ومكنوا له، ومدوا القوة السنية برفد جديد. والكرد واجهوا أوروبا ذات يوم 38 قومية في مواجهة الكرد، وانتصر عليهم صلاح الدين بنبله لا بسيفه. كان صرخة الإسلام ومعجزة المكان وسيف الإسلام الذي أبطل حبل الوجود الإفرنجي الفرنسي في فلسطين مرة وإلى الأبد. كنا وأنا أردني من أصل فلسطيني لاجئ، كنا شيعة من الفاطميين الذين سلموا القدس، فجاء الكرد فغيروا الديموغرافيا وغيروا المذهب. كلنا اليوم في فلسطين سنة شافعيون مثل الأكراد، فأجدادكم كانوا علماء أجدادنا، وأسلافكم كانوا مشايخنا، وأسلافكم خاضوا معركة حطين بعد 74 معركة لتكون الكلمة العليا للإسلام. ثالث أعظم فاتح في تاريخ الإسلام كان صلاح الدين الكردي الأيوبي، الذي زرع المدرسة الشافعية بجوار المسجد الأقصى التي كانت عش السادة الشافعية ل8 قرون. كل الثقافة والتعليم والتربية كان كرديا شافعيا من منطقة هكاري في شرق الأرابول. ربما لا زال أبناؤكم يملؤون الخليل وهي أكبر مدينة فلسطينية. التحالف أو الحلف الكردي 22 عشيرة، ثلث أهل المدينة. ليس هنالك مدينة عائلة في الخليل إلا وفيها رجل أو امرأة أو نسب كردي. وكذا في نابلس كان فيها حسام الدين لاشين ابن أخت صلاح الدين وهو الذي حررها. وكذلك في صفد، يقول أوليا جلبي المؤرخ والرحالة التركي: عندما زرت صفد سنة 1671 ميلادية وجدت جل أهلها من الكرد. وكذلك في اللد وفي طيرة حيفا وفي جل مناطق فلسطين. يكفي أن أكبر عشيرة في فلسطين اليوم آل أبي الهيجة، وهم أحفاد وأبناء أحمد الحسن أبي الهيجاء الذي افتداه صلاح الدين ب50,000 دينار ذهب من الصليبيين في عكا. الكرد الحقيقة يعني لهم فضل على الديار المقدسة وفضل كبير منذ قرون وإلى اليوم. ألم تسمعوا بمجاهدات وصرخات كامل الكرد في حي الشيخ جراح؟ ألم تسمعوا للشابين منى الكردي ومحمد الكردي اللذين فضحا المسور 49 عام
وأهل الشيخ جراح يعني في منازلة مع هذا الاستيطان الغليظ المغلظ، ونقل قضيتهم إلى كل الأوساط. الشابان منى ومحمد الكردي الحقيقة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي لأهل فلسطين، هو هذا الشعب الكردي من أبناء المجاهدين الذين جاءوا مع صلاح الدين، ولا زال إلى اليوم عائلات مثل عائلة الإمام في القدس، وعائلة البسطامي في القدس، وعائلة القيمري، وهناك قبور للأكراد الأمراء، أمراء الأكراد القيمريين الذين جاءوا من قلعة قيمر شمال الموصل، بين الموصل وأخلاط. كل الشكر لكم ولدمائكم ولتضحياتكم ولجهادكم، يا من غيرتم التاريخ، يا من تصديتم لهذه الأفواج والأمواج التي كانت من البحر الأبيض المتوسط تتدفق باتجاه بيت المقدس، فجاء الكرد ليحملوا مسلمي وسط آسيا ولكي ينظموهم في حشد ورباط عبر الديار الأردنية، ولا زالت عشائر بكاملها يعيش أبناؤها في هذه الديار إلى اليوم. إن لكم يعني موقف مرتقب ومنظور أيها الكرد، ننتظركم، نهتف في مسامعكم ونقول أنه كان لكم صولة وجولة في بيت المقدس ذات يوم، وهو الآن في مرحلة ما بعد الخطر، يريدون إقامة دولة يهودية خالصة لعاصمة يهودية صرفة، فلتكن لكم صرخة. نعم، أنتم دفعتم ثمنا غاليا في بلادكم ومزقتم، فأنتم أكبر أقلية في العالم، وأنتم يعني الحقيقة ثاني أكبر قومية في الشرق الأوسط، وليس لكم دولة وقياداتكم مرتهنة، لكن شعبكم أصيل وإيمانكم عميق، وكانت لكم تجارب في بيت المقدس، والآن الأمة كلها مدعوة أن يكون لها صرخة في حوض البركة الأول، أن يكون لكم سهم، وأنتم جزء لا يتجزأ من الطائفة المنصورة بمواصفاتها النبوية الست التي وصفها صلى الله عليه وسلم بها في بيت المقدس. 15 عشيرة من أهل القدس من أصول كردية، عمائركم، مبانيكم، زواياكم، تكاياكم لا زالت في بيت المقدس. أيها الإخوة، لن تنجح أبدا محاولات عزل الكرد عن العرب، كما لم تنجح محاولات عزل الترك عن العرب. الكرد والترك قبضة الإسلام في وجه هذا العدوان النازل على المسجد الأقصى. نفتقدكم، نريد أنفاسا صلاحية أيوبية كردية شافعية كان لها ذات يوم الدور الأكبر. ما أروع بطولاتك يا صلاح الدين، سلام عليك في حطين وفي كل المعارك التي خضتها حتى حققت الفتح الصلاحي في مثل هذا الشهر في 12/1187 يوم الجمعة ويوم الأربعاء في 7، يوم الخميس في 17 جاءت نساء الكرد، بنات الأمراء، زوجات القادة، يحملن جرار الورد من آمن ديار بكر إلى المسجد الأقصى، وطهرت قبة الصخرة، حيث كان في المسجد الأقصى 500 جمل و2000 حصان، وحولت أجزاء منه إلى حمامات التواليت. هذه حضارة أوروبا. تطهر القاضي الفاضل والسلطان صلاح الدين الصخرة من رجسهم، وعقدت الجمعة، خطبة الجمعة
للقاضي ابن الزكي، وكانت من أجل الخطب في تاريخ الإسلام. لا أريد أن أطيل، لكنني أجدد الشكر لكم والاحترام لتضحياتكم والاستحضار لبطولاتكم والاستدعاء لذكرياتكم العظيمة يا أهل كردستان إيران، وأهل كردستان العراق، وأهل كردستان تركيا، والأكراد في أرمينيا وفي سوريا. نحن وإياكم أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنكم عرفتم بالجهاد.